الضربة الجوية الأولى ب 220 طيارة الساعة 2 الظهرية. عبرنا قناة السويس في صف واحد من 2 ل 2 و5، لأن قبل كده الصواريخ هتضربك وبعد كده الصواريخ هتضربك، لأن تم تقييد الصواريخ والمدفعية عشان نخش ونحقق الضربة الجوية اللي من أجلها قعدنا نعمل الافتتاحية بتاع حرب النصر بالقوات الجوية. بتبدأ الحرب بالافتتاحية وهي اللي بتبقى في الأول، وبتنتهي بصنع الله الجندي المشاة اللي بيخش يحتل الأرض وياخد الأرض ويحرر الأرض زي ما قلنا. اللي حصل في هذه الحرب وفي هذه الضربة إن كان مقدر لينا من السوفييت وللقادة العسكريين بتوعنا إن إحنا هنفقد 50 إلى 60% من قواتنا. يعني الجيش المصري اللي معدي ده نصه هيغرق في القنال أو هيتحرق بالنفال. الطيارات ال 220 طيارة اللي عدت المفروض نصهم ما يرجعش، وكنا موافقين وماضيين على كده وجاهزين لهذه التضحية. المهم ان احنا نغسل عارنا ونحرر ارضنا ونسترد اللي اتاخد مننا ونحسن صورة مصر ونوضح صورة مصر قدام العالم بالكامل. اول شهيد واشهر شهيد فيك يا حرب اكتوبر الشهيد الطيار عاطف السادات. ولما ابلغوا الرئيس انور السادات ان اخوك استشهد واول واشهر شهيد، قال لهم هو اجدع من مين ولا من مين ولا من مين؟ كلهم ولادي وكلهم فدا مصر. رجعت الطيارات ولم تكرر الضربة الجوية الأولى لأنها حققت 95% من أهدافها، ورجعت الطيارات بعون الله سليمة. هنا هو ما انساش أبدا صبحي الشيخ الطيار المصري الشهيد اللي بعد ما ضرب مطار راس نصراني اللي كانت محتلاه القوات الجوية الإسرائيلية، وبعد ما نفذ مهمته أصيبت طائرته وآل على نفسه إن هو يرجع، اتدور وشاف طيارتين في حالات الاستعداد الإسرائيلية طالعين، بسم الله الله أكبر، ودخل فيهم وخدهم في وشه وما راحش بلاش، خد معاه الطيارتين وفدى الطيارين اللي معاه ورجعوا. ما نساش أبدا فيكتور نيلسون تادروس الطيار المسيحي. كلنا أقباط في مصر، قبط يعني مصر باليوناني، وكلنا أقباط في مصر، في قبطي مسيحي وفي قبطي مسلم. القنبلة والصاروخ والطلقة ما كانتش بتفرق بين مسلم وبين مسيحي، كانت بتيجي علينا احنا الاثنين. اللي دخل على بقيادة سرب سخوي عشان يضرب تجمع الدبابات اللي موجود اللي جاي على الطريق الأوسط، وكان معاه في نهاية الطيران الطيار نمرة 20 آخر طيار عندهم أصغر طيار عندهم أحمد السيد بخيت. بعد ما نفذت الذخيرة منه القنابل والصواريخ قال على نفسه ان هو يرجع، شاف دبابات لسه حيه بترزق، قام لافف وجاي على الدبابات دبابه 2 3 بسم الله الله اكبر واستشهد، وما رضاش يرجع بدون اوامر بدون اي حاجه. ولا انسى عبد القوي شمس الدين اللي كان القائد بتاعه فاروق عليش، القائد البطل اللي طلع على قياده اللواء الجوي السخوي بتاعه بيطير في الاول زي الابطال، زي خالد بن الوليد وزي غيره من القاده اللي كانوا موجودين. لا انسى طيارات الهليكوبتر اللي دخلت علشان تبر الصاعقه وتوديها هناك. الطيار احمد لطفي هلال الطيار المصري الوحيد، أول وآخر طيار مصري ضرب طيارة فانتوم بالطيارة الهليكوبتر. الطيارة الفانتوم حاولت إنها توقع طيارة الهليكوبتر، مستخسرة فيها الصاروخ ومستخسرة فيها الطلقات المدافع. جه فوق الطيارة الهليكوبتر عايز بخلخلة الهواء يخلي الطيارة اللي طار على ارتفاع واطي تخبط في الأرض وتموت بال20 جندي صاعقة اللي داخلين. أحمد لطفي هلال استعان بربنا سبحانه وتعالى وبما هداه، ما رميت إذ رميت لكن الله رمى، داس على الزناد، طلعت الصواريخ من الطيارة الهليكوبتر دمرت الطيارة الفانتوم وسقطت. ودي حادثة فريدة من نوعها ولا يمكن تصديقها لولا وجود شهود العيان. الطيار محمد سري اللي كان طاير جنبه وشافه، وفي نفس الوقت وهو راجع شاف اليهود داخلين وطالعين من الدوشم بيجروا،
ساب القول بتاع الطيارات اللي داخل وضرب له 30 منهم. ما ننساش الشهيد الطيار شريف عرب بطل مصر والعرب، أول وآخر طيار في الميج 17 بالطائرة العتيقة طائرة الحرب العالمية الثانية تمكن من قتل وإسقاط طائرة فانتوم أمريكية الصنع بطائرة ميج 17 حاولت إنها تغير عليه وحاولت إنها تسقطه، فكانت النتيجة إن هو أسقطها واستحق عليها نجمة سيناء. أصغر قائد سرب طلع وطالع على بالطيارات بتاعته وراه السير بتاعه، سقطت الخزانات بتاعه الوقود بتاعه، فالمفروض ان هو مش هيرجع، لان خزانات الوقود دي هي اللي بتديله المدى انه يروح ويرجع، علشان هو على قمه السرب بتاعه وعلى مقدمه السرب بتاعه قال على نفسه وعارف ان هو رايح وان واي تيكت، رايح روحه بلا رجعه. انا لا انسى ابدا ان انا في تاني يوم لما هجمت علينا اسرائيل 7 اكتوبر الساعه 7 الصبحيه في ضربه عاوز يضربونا ضربه زي بتاعه 67، لقونا مستنيينهم فوق المطارات زي الاسود وزي الفهود، وضربناهم ووقعنا منهم طيارات ونهشنا من جتاتهم ورموا قنابلهم وجريوا مذعورين. لا طياره اتضربت، لا مطار وقف عن العمل، لم يتمكنوا من قتل واباده القوات الجوية المصرية اللي اتضربت في 67 على الأرض وما خدناش فرصتنا. لا أنسى مطلقا أخي وزميلي ورفيق سلاحي عداء السماء خيري فؤاد البطل الطيار الذي أسقط طائرة فانتوم وأسقط أيضا طائرة ميراج، وأسقطها بطريقة التصادم. ولحسن حظ اليهود الإسرائيليين تم أسر هذا الطيار، وأثناء استجوابه جاله الطيار اللي خبط فيه قال له انا عايز اعرف بالظبط ايه اللي يخليك انك انت لما تنفذ الذخيره بتاعتك وصواريخك والمدافع بتاعتك انك انت تصطدم بيا وتموتني، انت كنت عايز ايه بالظبط وانت ممكن تموت معايا؟ خيري فؤاد رد عليه قال له ايه؟ قال له انا الخيار الوحيد اللي كان متوفر لدي ان انا اقتلك، لكن انت عندك خيار تاني انك انت تبعد عني وتسيب ارضي وتروح لارضك، لأن سمائي محرقة ومياهي مغرقة وهذه أرضي أنا، وأبي قال لنا مزقوا أعداءنا، فكان أنا لازم إن أنا أمزقك. ده خيري فؤاد. دخلنا بعد كده هوت على 14 أكتوبر، أطول وأكبر معركة جوية تصادمية في العالم حصلت وهتحصل ومش هتحصل تاني، ولما تبقى تحصل يبقى حد يجي يقول لي. قرابة 160 طائرة من الجانبين قامت إسرائيل بمحاولة الدخول في معارك تصادمية كبيرة جدا من شمال الدلتا، تصدت لها طائرات قلعة المنصورة الجوية. قلعة المنصورة هي قلعة بتدافع عن مصر من أول لويس، واتكسرت عليها جميع الغزوات. اشتبكت الطيارات المصرية مع الطائرات الإسرائيلية وأسقطنا لهم 17 طائرة باعترافهم، وجم بعد كده هوت لما ما كانوش معترفين في الاول يدوروا على اسراهم وعلى قتلاهم، لان القتيل والجثه الاسرائيليه لا يدخل الجنه الا اذا عثروا على الجثه، ولا مراته تقدر تتجوز تاني. لما جه حسني مبارك وقال لهم انتوا كنتوش معترفين بخسائركم، امال جايين دلوقتي بتدوروا على ايه؟ فده يثبت. وسقط واستشهد من عندنا حوالي 7 طيارين مصريين. استمرت المعركه 55 دقيقه كامله، طيارات طالعه نازله طالعه نازله في اداره غير عاديه من غرفه العمليات، وكان موجود متولي قياده هذا اللواء العملاق ال104 الطيار العظيم احمد نصر، بطل من ابطال مصر. انتهت المعركه بالنتيجه اللي احنا اتكلمنا فيها، واتقطعت ايد اسرائيل وحطمها ملت الدلتا، وبقى الفلاحين ياخدوا الألمونيا بتاعه الطيارات ويعملوها قرايل عشان يتفرجوا على القناه الاولى. وساعتها لان ما كانش فيه الميديا اللي احنا فيها اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لنا، اللي احنا بنتمتع بيها النهارده، والقناه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده بتحتفل بعيد ميلادها في 6 اكتوبر، حين تمكنت القوات المسلحه المصريه من اقتحام مانع قناه السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع بعد ان افقدت العدو
توازنه كما قلت في 6 ساعات. 14 أكتوبر تم تحويل عيد الطيران اللي كان موجود بمناسبة وصول أول سرب طيران مصري من إنجلترا، وتحول عيد الطيران إلى يوم 14 أكتوبر في ذكرى هذه المعركة المجيدة. وأعتقد أن دي حاجة كانت ناجحة جدا وحاجة أثرت تاريخ سلاح الطيران المصري. حاولت إسرائيل بكل المدد والعون اللي جالها من جميع أنحاء العالم وخاصة أمريكا إنها تضغط على القوات الجيش الثالث وتخنقنا وتدخل تحتل السويس. طلعوا في اتجاه الإسماعيلية، ضربوا العلقة المشهورة عند نفيشة ولفوا ورجعوا في اتجاه السويس. لم تحتل السويس وطلعنا في طلعات انتحارية شديدة جدا. كنا بنطلع 4 و8 طيارات ضد 30 طائرة معادية، وتمكنا ان احنا نصد ونمنع الضغط الغير عادي على الجيش الثالث ولم تحتل السويس. تم يوم 24 في صباح 24 كان في معركة جوية، وكذلك في نهاية اليوم. في نهاية اليوم دي كانت معركة لها شأن كبير جدا. طلعنا من المطارات بتاعتنا بأعداد كبيرة زي ما هم كانوا داخلين علينا، واشتبكنا مع الطائرات المعادية. في هذا اليوم أنا أذكر جيدا أثناء ما داخلين نهاجم الطائرات المعادية، دخلوا هم الطائرات تعزيز من على الارتفاعات المنخفضة جدا اللي ما كانتش شايفاها الرادارات، وحاولت إنها تهاجمنا. كان معايا طيار بطل اسمه حسن الرفعي، فضل رابط الجأش ومنتظر لغاية ما دخلت الطيارات وأصبحنا في مرمى الطيارات الإسرائيلية. أصدرت ليه الأمر بالهجوم في اتجاه يخش في وشهم يخبطهم. ما تأخرش الطيار المصري البطل حسن الرفعي ودخل فعلا، والطيارة بتاعته أصيبت بعد ذلك ب 32 شظية، وتمكن من قتل وإصابة طائرة ميراج إسرائيلية. لن أنسى لك أبدا يوم أنقذت حياتي فأصبحت مدينا لك بها، يوم حذرتني من مهاجمة الطائرات المعادية لي وتمكنت بفضل الله وبك من الإفلات منها. 8 طائرات ضد 30 طائرة معادية، وكانت نتيجة مشرفة. واستطعنا في هذا اليوم صد الهجوم الجوي الغير عادي من طائرات الميراج الإسرائيلية، وأصبنا 6 طائرات ميراج حققت والهبوط بسلام في مطار من المطارات الجبهة القريبة. خضنا سويا معركة الشرف والبطولة، فكنت نعم المقاتل الشرس وخير الرجال. حين نتكلم عن الشجاعة نتذكر المنصوري، حين نتكلم عن البطولة نتذكر المنصوري، حين نتكلم عن الرجولة نتذكر المنصوري، حين نتكلم عن الصداقة نتذكر المنصوري، لأننا كنا سرب المنصوري. في معركة 24 أكتوبر كان موجود معايا الطيار الشهيد سليمان ضيف الله، قائد تشكيل من التشكيلات المقاتلة اللي كان طاير جنبي. لما شفت طيارته أصيبت واشتعلت فيها النيران 30 ثانية وتنفجر الطيارة، بنبهه يا سليمان يا ضيف الله نط وسيب الطيارة لأنها هتنفجر بيك. رد عليا سليمان ضيف الله قال لي أنا قدامي طيارة ميراج إسرائيلي ومش هسيبها ولازم أضربها. قلت له مش هتتمكن ومش هتلحق. قال لي وديني ما سايبه. ضرب الطيارة زي الأسد الجريح وانفجرت الطيارة وانفجرت طيارته، وقفز من الطيارة وجات طيارة إسرائيلية بالمدفع ضربت عليه بمنتهى الغدر وبمنتهى القسوة وبمنتهى الخيانة، وبطرت له ساقه وطلعت أحشائه لبره واستشهد.